إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إذا إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل متتبعي قناة شوف تيفي. تحية أخوكم حميد العقاوي، دائما في هذه البرامج اللي كنحاولوا باش أننا نديروها بكل عفوية، برامج اللي تنحاولوا نديروها حول ما يقع. إخواني المتتبعين الكرام، ربما كل شيء تبع وواحد اللحظات، واحد اللقطات اللي تنشرت عبر المواقع التواصل الاجتماعي، وهي كتبت واحد السيدة مسنة تعاني من اضطرابات نفسية. الكل وصفها بالمرأة السكولات، الكل أو مجموعة وصفوها إخواني بأنها هي محتاجة لمدة ديال 40 سنة، ديال 20 سنة عفوا. الكل شاف ربما إخواني هذيك الصور اللي استنكرتها مجموعة ديال الهيئات الحقوقية. فلازلنا بمنطقة درعا تافيلات، تضامنا مع ساكنة درعا. لبينا الطلب ديالهم اللي طلبوا منا باش اننا نلتحقوا من بعد ما مات واحد السيد هنايا في درعا تافيلات لاسباب مجهوله. الحمد لله وفقنا الله، وشكرا لساكنة درعا تافيلات. فمن درعا تافيلات اناشد كل مسؤولين وخدام الدوله المغربيه بالتدخل العاجل لما وقع في مدينه خنيفره او نواحي خنيفره، وخاصه بدوار اماروق. اخي المتتبع، ولفنا الصراحه ولفنا تنهضروا بكل عفويه معكم. اخواني، شكرا على التتبع ديالكم وعلى الاستنكار ديالكم من بعد ما بثوا بعض المواقع سامحها الله بان هذاك السيده تم الاحتجاز ديالها لمده ديال فقط 20 سنه. البارح تواصلت معكم، ولكن اليوم اخواني غادي نشوفوا، والإخوة المغاربة كلهم غادي يحاولوا يشوفوا معنا بالصوت والصورة الطبيبة اللي مشرفت على الحالة الصحية ديال هاد السيدة، اللي كتقول بأن الحالة ديالها جيدة، وبأن ديك السيدة لم تتعرض لأي، ومن المستبعد ومن المستحيل أنها تكون مسدين عليها لواحد الفترة اللي فات 20 سنة، أو اللي قالت لك الطبيبة حتى يومين، لأن الحالة ديالها كانت صحيحة. غادي نشوفوا الطبيبة اش كتقول لنا أخي المتبع. كان شي اثار ولا شي حاجه، داك الساعه غادي تعرض على خبير، فهمتي كما تيقول. السيده عندها اون كونفوزونت بسيشيك، السيده بسيشيكمون يعني عيانه، فهمتي. ماشي كانت كتضرب ولا كانت كتعنف ولا هادشي. كانت خوتها كلها العائله كلها راه شكون كلهم ولادي ما عندهم الصحه شابين الضرر، كلهم ضعيفين. دابا انا هادشي اللي قلت لهم مامتي، يعني السيده غير النفسيه ديالها اللي سميتو وشويه كانت عيانه مع كانت كتكحوب وهذا، يعني ماشي كانت كتعذب ولا كتضرب ولا لا ما تسكت. هادشي اللي شرح لي. عزيز على مستوى الولاد دابا صغار، لا عطيتي غد فحاتي قسمتي. هنا إخواني كما شلنا، عفوا ومرحبا بكم، وحنا ضيافة عند ساكنة درعا تافيلات. إخواني، ملي كنشوفوا بأن هنا الطبيبة كتأكد، تتقول لك بأن من الغريب وسابع المستحيلات ان باش هذيك السيده تكون مكتفه. هنا كنشوفوا الام ديال الام اش كتقول. الام كتقول لك بان هذاك ولدي مسخوط، والطمع ديال الدنيا هو اللي خلاه باش انه يحاول يجلس مع بعض الاخوه الصحفيين ويحاولوا انهم يهضروا على هذا الموضوع، وما عرفتش شنو دار بهم. لان اخواني انا اتصلوا بيا الاخوان من عين المكان، ربما شحال من واحد قال لك يا حميد علاش ما مشيتيش. انا ما مشيتش علاش؟ لان اتصلوا بيا بعض الاخوان وقالوا لي بان راه كاين بعض الزملاء الصحفيين تما على واحد المشكل. ملي انني بحثت لقيت بان الاستعداد لمسرحيه من اجل اغراض انتخابويه، من اجل تصفية حسابات مع أحد أعوان السلطة. لقيت إخواني بأن هذاك سيناريو محبوك، ولقلناها البارح بكل جرأة،
واتصلوا بي انا بعض الاخوان وقالوا لي يا خويا حميد واش غادي تطلع. انا هكا خويا شوف فيديو ثاني، قالوا لي واش غادي تطلع، قلت لهم انا ما يمكنش لان اخواني، ولكن انا استغربت، هذه الحقيقه استغربت من بعد ما شفت التصاور ديال هذيك السيده مسكينه وهي عاريه الجسم. غادي نشوفوا اخواني اش غادي يقولوا بعض الفاعلين الحقوقيين هنا بالمملكه المغربيه، واش غادي يقولوا بعض المهتمين بالشأن المحلي. وغادي نبداو من فاعله حقوقيه معروفه الحمد لله على النضالات ديالها على الصعيد الوطني. كبر الصوره اللي غادي تاكد لنا الاستنكار ديالها، لان اتصلوا بنا مجموعه ديال الهيئات الحقوقيه ما دمت انني ولد خنيفره ولد المنطقه. قال لك يا خويا حميد ما خصناش نسكتوا على الاستغلال البشع اللي تستغلت به ديك السيده اللي تستغلت من اجل حزازات اخواني اللي من حقنا اننا نطالبوا بتعميق البحث والضرب على ايدي كل واحد انه حاول باش يشوه هذيك المراه اللي ولا كل شيء يقول لها المراه سكوليت. هذه الحقيقه. فهنا كنشوفوا اخواني هذه الام المكلومه، اللقطه ديال اللقاء ديالها في المستشفى الاقليمي بمدينه خنيفره بالبنت ديالها. علاش تستغل؟ هذه هي اللي بانت عريانه مسكينه. علاش تبان بديك الطريقه؟ واش ما كاينش مسؤولين؟ واش ما كايناش انسانيه؟ اخواني اللي تنشوف للاسف الشديد ها هي الام مسكينه. علاش يفجعوا هاد المراه مسكينه؟ علاش بغيتوا تصفيو الحسابات بيناتكم؟ علاش هاد المراه مسكينه ام مكلومه، ام اللي ها هي غتعطينا تصريح اليوم القناه شوف تيفي اللي غادي تقول لك هذاك الدري راه مسخوط، راه من اجل الورث راه حاولوا باش يديروا عليا هاد المسرحيه واستغلوني حتى مشيت باش نشوف بنتي في مراكش. علاش؟ ها هما كنمعاندين حشومه تشوهوا هاد السيده مسكينه في مواقع كتبوسها مسكينه من الفم ديالها بكثره المعزه، ربما لحظات ما يحس بهم غير اي واحد اللي راه عنده وليداته. هذه الحقيقه. وكفاكم استغلالا اخواني، وحسبي الله ونعم الوكيل. ومن هذا المنطق انا اناشد النيابه العامه بالاسراع بالتدخل على الخط والضرب على ايدي كل من استغل القاصر المغربي او لا شي واحد اللي مختل عقليا. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه هي المراه مسكينه، طبيبه كتقول لك بان الحاله ديالها مزيانه، انك تعيش معاناه نفسيه. عود ما نقولوا فين كوزير الصحه، عود ما نقولوا اجي نشوفوا واش كاين مراكز لاستقبال مثل هذه الحالات. نضنا تنهزوا مراه مسكينه ونشوهوا بهذاك الجسد النحيل ديالها. خويا ما تنقولش انا سكوليت، لقبوها بالمراه سكوليت، عيب وعار. هنا هذا ما وثقته قناه شوف تيفي اليوم مع هاد السيده مسكينه. شوف امها مسكينه كي حاطه اليد على اليد البنت ديالها. شكرا للمستشفى الاقليمي لمدينه خنيفره والسيد عامل صاحب الجلاله على اقليم خنيفره اللي اعطى التعليمات ديالو من اجل الوقوف على حيثيات وهذه الواقعه اللي استغلوها اعداء الوحده الترابيه في بعض المواقع من اجل المس بالكرامه ديال المراه الامازيغيه. غادي نشوفوا اول اتصال هاتفي، غادي نحاولوا اخواني اننا نشوفوه. مسكينه والله لا زلت. غادي نشوفوا. لا اله الا الله. اوف نعم مسكينه، عيب. لقاء عائلي من حقنا ان اخوانيات هنا غتلقى هاد المراه مسكينه اللي خلاوها حتى مشات تشوف ولدها في مراكش ويحاولوا يديروا فيلم اللي اليوم فضحته مسؤوله على الطبيبه اللي شافت هاد السيده. اذا جمعيه اطلس
حسبي الله ونعم الوكيل. من اجل المال شوف كيف تم استغلال هاد المراه، جالسين 20 عام. طبيبه تؤكد بان هذيك السيده ما عاشت ولو يومين بلا حوايج. طبيبه تؤكد في تصريح اخواني بان هذيك السيده صدق الباب، ديك السيده انها ما كانت عايشه بحوايجها وبانها نقيه. يا عباد الله، ها الام ديالها مسكينه، اش بغيتو عند هاد المراه مسكينه؟ كل واحد يحسب بان اختو مريضه، ومن العيب والعار تستغل بهذه الطريقه. عيب وعار، وتنتمناو من هذا المنبر وتناشدوا النيابه العامه هنا الطبيبه اخواني في الزياره لهذه السيده. هذه مسكينه حاله اللي نشوفوا حنا وزاره الصحه ونقولوا لهم فين المراكز لاستقبال هذه الحالات، ماشي اننا نبدا نستغلوهم. كفاكم تستغل القاصر. اسمع، هذه هي اللي بانت مسكينه مسكينه عريانه ما عتقهاش حتى خوها، غير يحاول يسترها امام وسائل الاعلام اللي تنحملهم مسؤوليه في هذيك اللقطات اللي تنستنكرهم. هذه الحقيقه. غنشوفوا اخواني، غادي نشوفوا السلام. حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا الهي ان من العيب والعار اننا نستغل خواتاتنا. انا هذا نداء لكل الشباب، ردوا البال لخواتاتكم وتهلاو فيهم، وحاولوا ما تخليوش الذئاب البشريه انها باش تستغلهم. حسبي الله ونعم الوكيل. غنشوفوا اتصال هاتفي اخواني الصفر. دابا نشوفوا الاخت اميناس مريم، فاعله حقوقيه، رئيسة فرع ورزازات للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان. نشوفوا أشنو غتقول لنا هذه الفاعلة حول هذه الفاجعة اللي استغلت بها مرأة من المغرب العميق لأغراض سوف تكشفها إن شاء الله النيابة العامة عما قريب. قناة شوف تيفي اليوم كانت في الدار. حاول عافاك عطيني اللقطة الأخرى، التصريحات ديال الطبيبة، تصريحات ديال الطبيبه عافاك. اذا تحيه لكم اخواني. غادي نحاولوا نشوفوا اتصال هاتفي باش اننا نشوفوا اول اتصال هاتفي باش نوروا الراي العام وجميعا باش اننا نديروا يد في يد. ما خصناش اننا نشوفوا هذا الشيء تيوقع، لان بيني وبينك هذه الحاله اللي تنعيشوا راه كلنا مازال غنحماقوا على هذا الحساب. انا براسي شي خطره اشكيك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخت مريم أميناس، رئيسة فرع ورزازات للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان. نعم سيدتي، ربما انت شفتي عبر وسائل الإعلام فيديو انتشر بسرعة فائقة لربما ديال واحد السيدة من قلموس نواحي دوار أمهروق، وهي عارية. وفي الاخير كما شفتي اليوم التصريح ديال الطبيبه اللي شافت عينات ان تم استغلال هذيك السيده من اجل تصفيه حسابات. وشنو الرساله بغيت تقولي، وما موقفكم كحقوقيين في هذه النازله؟ تسميح استاذ عقاوي، انا كانت لي هذا شفت شويه من مقطع الفيديو، وانا لانني كنت في مهمه حقوقيه، الا ان داكشي اللي شفت انا له جابين. كيف يعقل؟ راه قلنا غادي نديروا تمديدات بالنسبه لهذاك الشيء. كيف يعقل انه يتم الاستغلال ديال امراه طاعنه في السن؟ والغريب في الامر ان اللي استغلها هو ذويها. واش حنا راه ولينا قدام اشكاليه كبيره قدام هاد الاغتصابات، قدام هاد الغريب اللي كنشوفوا. واش ما بقاتش حرمه الجسد حتى عند الناس اللي كبار؟ ملي كنشوفوا الاغتصاب ديال الاطفال في المراهقين، اغتصاب النساء، وقلنا راه هذا الوجه الغير مشرف للمغرب. ولكن كيف يعقل انه توصل الوقاحه بشي بعضين انهم يعريوا مراه ديال ربما انا كتبان لي مراه ديال 90 سنه او 80 سنه 50 سنه مسكينه غير مريضه. نعم 50 سنه.
استسمح لانني انا في الطريق، ربما التصفيه كتمشي. سمحي لنا. قلت لك استاذ عقاوي لانه واش طمع اصل بالناس، لان حتى داك الشيء ما قيل وتصنت شويه لهذا التصريح ديال الطبيبه، يعني ان الجسم كانت السيده مغطيه عراوها، زولوا لها حوايجها باش يبينوا. راه هذه المسائل ديال المنكر تقع في اشياء كثيره، راه ما يطبخ راه كثير بزاف، ولكن باش توصل الجرأة أو الوقاحة، نقولها بفصيح العبارة، بالناس أنهم يوصلوا لهذا الموقف مع امرأة بهذا الشكل هكا، راه شيء يندى له الجبين يا أخي ومرفوض. وكنطالب باسمك فاعلة حقوقية وكرئيسة الفرع ديال المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان ورئيسة مبادرة بورزازة، أطالب جميع الحركات الحقوقية الحية بالمغرب أنهم يتصدوا، خصوصا المصورين. إما أنا أقول وبالعامية ديالنا بزاف عليهم أنهم يكونوا إعلاميين ولا صحفيين، لأن لا يعقل أن الإعلامي ولا الصحفي، لأنه السلطة ملي كنهضروا على السلطة الرابعة هي أخلاق، هي تربية من الطراز العالي، هي اللي كتوصل المعلومة وهي الوجه المشرف للوطن. كيف يعقل ان هذا الشيء ديما اللي سمات راسها اعلاميين او ربما مصورين او يسميو راسهم اللي غادي يسميو انهم يصوروا الجسد، الحرمه ديال هذه المراه هكا بهذا الشكل هكا، كلها كنشوفوا في هذيك المراه الامهات ديالنا، الجدات ديالنا هما في هذاك الوضع. لذا سيدي ولن نقبل مثل هذه التصرفات في هذا الوطن اللي تنقولوا عليه وهو فعلا كذلك بلد الحق والقانون. ما أستاذتي، وأنت كحقوقية ورئيسة الحمد لله للفرع ديال المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، خوها كان واقف مع هادو اللي سماو راسهم إعلاميين وكان تيشوفهم تيصوروها عريانة وما قدرش حتى يسترها. أستاذ عقاوي، تنقول هذه الأخوة العاقة، هذا لا يمكن أننا لا يمكن أننا نقول عليه أخ، لأن الأخوة أسمى بكثير من هذا الشيء اللي السيد أنا نسميه إنسان مريض، خصو يتعالج، لأنه ما يمكنش يوصل به الطمع، يوصل به الجشع، انه يعري اختو بهذا الشكل هكا امام اعين ما غاديش نقول المغاربه، لان المغاربه كلهم ما كاينش واحد اللي يقد، وانا كنعرف الاخلاق ديال المغاربه وانا وحده منهم، ما يقد حتى شي واحد انه يشوف المراه صغيره كاع مراه صغيره بهذاك الشكل. خلي عليك انه يشوف امراه في السن ديال الام ديالو ولا ديال الجده ديالو، هذا ماشي اخ، هذا انسان اللي خصو يتربى. لا هو سيدتي، الا كان هذا الاخ تيدعي بان اخته محتجزه لمده فوق 20 عام، فين كان هو براسو؟ فين هذه الانسانيه؟ لا سيدي ولو كان الكلام صحيحا، ولو كان ما يدعي هذا الانسان صحيحا، كان عليه انه ولو تكون معريه يسترها ويعرض علينا المشاكل ديالها، ولكن باش تعري اختك وتبينها راه ربما ولو سجنت 20 سنه ما غاديش يديروا فيها داك الشيء، هذوك اللي سجنوها 20 سنه اللي درتي فيها في لحظه. لا يمكن. انتم كحقوقيين ما هي المطالب النيابه العامه؟ نستنكر سيدي وبشده هذا التصرف الشنيع، هذا التصرف وهذا السلوك لا انساني الصادر لكامل الاسف من الاخ، وهنا استحي ان اقول انه اخ، وربما نسميه انا
اخجل لانني لن اصل الى مستواه واقذف في لقبه او في، ولكن نطالب من السيد من النيابه العامه في اي مكان فتح تحقيق وتربيه اعاده التربيه لمثل هذه النماذج. ربما سمعتي التصريح ديال الطبيبه اللي تكلفت بالحاله الصحيه ديال هذيك السيده. نعم. تصنتي التصريح ديال الطبيبه؟ تصنت لانني انا كنت في الطريق استاذي، انني كي تلاح الفيديو استنكرت والاصدقاء الحقوقيين وهذا، لانه لا يمكن ان بحال هذيك هذه السلوكات اننا نقبلوها. وبدوركم شكرا جزيلا استاذ عقاوي، لانه هذه المسائل ما كيفوتكمش كاعلامي ولد البلاد ولد المغرب ديال الصح، لانه اي واحد حامل رساله اعلامي وهو حامل ربما ماشي ربما اكيد حامل ذاك الوازع الاخلاقي ديال المغاربه كاملين. لأن لا يمكن أن إنسان عنده أمه عنده أخته ولدته الأم واخا كاع ما لقاهاش وكان وفلان كاع ما عنده لا أم لا أب ولا حتى شي حاجة وحل عينيه، راه لا يمكن أنه يشوف المنظر اللي شفناه اليوم في هذاك الفيديو. ما يقدرش الواحد يشوفه. أنا مرأة واستحييت من الجسد ديال هذيك المرأة. أنا مرأة واستحييت. نعم لالا. الجسد ديال هذيك المرأة ما نقدرش انني نكمل هذاك الفيديو. استاذ عقاوي ربما التغطية شكرا سيدتي الأخت مريم أميناس رئيسة فرع ورزازات للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان. نعم لالا، آخر كلمة. آخر كلمة يجب أنا كنطالب ديما واحد نص قانوني واضح ما عنده علاقة بنصوص أخرى، يكون صريح اللي يحمي الأطفال ديالنا، لأنه كاين قانون ديال حتى 16 سنة. أنا تنقول ديما القانون ديال طفل 4 سنوات أو أقل، ونص قانوني اللي كيحفظ النساء في هذا السن هذا في جميع المسائل، انه كيتلاحوا لدار العجزه، انهم كانوا اللي كنلقاوهم في الزنقه كيسعاو هما متشردين، انهم خصوصا انهم يتحماو من بحال هاد الابناء وهاد الاخوه اللي ما عندهمش علاش يحشموا بالدارجه ديالنا. شكرا سيدتي امينه مريم. غتقولي الاسم ديالك، تاكدي الاسم ديالك والصفه لالا. مريم أميناس. شكرا استاذ عقاوي على الاستضافه، وكنتمنى ان بالنسبه لهذا الفيديو تكون مسؤوليه جاده للردع ديال هذا الاخ هذا. انايا في الدرجه الاولى ولو يقول هذاك الشيء اللي قال صحيح، انا اللي كيهمني في الدرجه الاولى هي الحرمه الجسد ديال هذيك السيده اللي خصها تصان وخصها تحترم. شكرا سيدتي، تحيه لالا. شكرا لالا. اذا الاخواني ان الاشاره بان الطبيبه اكدت اليوم بان لا علاقه ولا حقيقه في احتجاز هذه السيده المده ديال 20 سنه، فيما اكد الام ديالها بان كاين صراع عائلي وصراع حول الارث وحول حقها في الارث، مما جعل الاخ ديالها تيحاول يدير ديك المسرحيه اللي تنتمناو من النيابه العامه تشديد العقوبات والبحث والضرب على ايدي كل واحد ساهم. قناه شوف تيفي توصلات بالاخبار في الليل، قناه شوف تيفي ما بغيناش نمشيو، حميد العقاوي توصلت بالاخبار، ولكن كنت فاطن بانه مسرحيه. نشوفوا منتقد ولد اكس ولد الشعب. المنتقد اكس ولد الشعب يوتيوبر مغربي تيحاول بحال مجموعه ديال اليوتيوبر الاخوه الزملاء ديالو باش انهم يعرفوا ويكشفوا الحقيقه بواحد الطريقه ديالهم غريبه. غادي نحاولوا نتصلوا به، تنتمناو يكون فايق. هذه الحقيقه 06
و06 نشوف واش غادي يقول لنا في هذه الواقعه، وشنو الكلمه ديالهم هما ك واحد ناشط في العالم الازرق في هذه الفاجعه اللي استغلتها مجموعه اخواني، مجموعه ديال اللي ضد الوحده الترابيه وتيحاولوا باش انهم يشوهوا الوحده الترابيه، انهم استغلوها لاشياء في نفس يعقوب. اي ولد الشعب ربما التليفون ديالو عافاك عيط له في الواتساب من عندك. نشوفوا اخواني كلمه العبد مولاي الحسن فاعل جمعوي مثير للجدل. غادي نحاولوا نتصلوا بهذا الفاعل الجمعوي وغادي يحاول يقول لنا اشنو الراي ديالو وشنو عنده هو من حقائق حول ما وقع اخواني وكيف استغلت تلك الصوره. نشوف لي يا اختي، نشوف لي. نعم الو. نشوفوا اخواني غادي نحاولوا هذا الملف، غادي نحسبوا ديك البنت ختنا، غادي نحسبوا بين عندنا ختنا حتى حنا سيدي عطاها الله مسكينه معاناه، وجا واحد وتستغلت، وغادي نديروا يد في يد وغادي نوقفوا كل واحد تيحاول انه يحتقر ساكنه الجبل او لا ساكنه المغرب العميق. تصورك كون كانت بنت شي مسؤول هذيك وبانت عريانه مسكينه وداك الجسد النحيل، وبانت من خلال التقرير الطبي انه لا اساس للصحه من الاستغلال ديالها. الو السلام عليكم. وعليكم الله تعالى وبركاته. سي عابد مولاي الحسن فاعل جمعوي وناشط حقوقي مثير للجدل ببعض الخرجات ديالك. اخي نتوما كحقوقيين ربما تبعتوا واحد الفيديو اللي تداول ديال واحد المراه من نواحي خنيفره بدوار اماروق وهي عريانه وتيقولوا بان كانت محتاجه 24 سنه. شنو بان لكم نتوما اخواني؟ شنو بان لك انت كمتتبع؟ تحياتي لقناه شوف تي في والسي حميد الاعلامي المتميز. اخي هذا الفيديو مؤثر جدا ومثير للجدل. للاسف الشديد كنشوفوا بحال هاد الفيديوهات كيتنصوا بالنسبه للمواقع الاجتماعيه، وللاسف من طرف اعلامي اللي كيدعيوا بانهم اعلاميين، هادو غير يعني هادو غير اعلاميين وصافي. ما كنظنش باللي اعلاميين ويجب للقانون ان يتخذ فيهم الاجراءات القانونيه باش من طبيعه الحال، لان كنشوف كما صرحت الطبيبه بان هذه السيده لا الصحه ديالها سليمه وعندها يعني اضطرابات نفسيه لا تدعي الى الجنون، وكيبان لي بانه من خلال التصريح ديال الام ديالها بانه الجشع والطمع هو الاخ ديالها اللي دفعوا باش غادي يدير يعني هاد الحيله مع هاد الاعلاميين. اللي بغينا نعرفوا الحاله ديال هاد الاعلاميين هما كيديروا هاد يعني هاد يعني هاد الحدث مع السيده هذه باش يصوروها يعني في واحد الحاله حاله يعني حاله وهي عاريه. هذا غير منطقي وغير مقبول في الدوله المغربيه، ويجب متابعه هذا الصحفيين. وكنطلبوا من طبيعه الحال من النيابه العامه باش تقوم يعني بالاجراءات القانونيه ضد هاد الصحفيين، ضد حتى هذا الاخ اللي خلقته يعني باش غادي تصور بهذه الطريقه هذه. وهذا يعني انه كيبان من خلال ما شفناه في هذا الفيديو ان الاخ وهذا الاعلامي اللي صوروا هذا الفيديو بانهم بحال كاينين متفقين باش يديروا هاد الحيله هذه باش يشوهوه بختو طمعا في الارث يعني. وهذا غير مقبول وغير منطقي وغير يعني هذا الضرب في حق يعني الانسان والانسانيه ككل. شكرا اخي العيدي مولاي الحسن فاعل جمعوي وناشط حقوقي
جهة الضرعة تافيلالت هو يستنكر ويطالب من النيابة العامة كحقوقي باسم الهيئة الحقوقية التي يتكلم بها بتعميق البحث والضرب على أيدي كل من استغل هذيك السيدة. شكرا مولاي العابد، تحية لك يا سيدي. تحياتي سي حميد، شكرا بارك الله فيكم، تحياتي يا اخي. شكرا استاذي. هكا استاذ عيد الرقم هذا في واتساب التحتاني، واتساب راه معاه. اذا اخواني شحال من واحد تيقول لي وعلاش يا حميد راه هذيك السيده كانت محتاجه. الله يعطيكم الستر، نكونوا مغاربه ونهضروا من الواقع ونعرفوا ونقولوا هذيك البنت راه اختنا. انت عندك اختك مسكينه كتعاني معاناه، مات باك امك شداتها عندها، قسموا الورث، خوك دق الفلوس، ولا تيقول لهم علاش كتمشيو نتوما كتستغلوا داك الكتار ديال هذيك السيده اللي راه حمقى. تيقول لمو قسمي معايا، لا وهادي لا وامو كتقول بانه هو اللي بنى هذاك الكرياج لختو. علاش؟ لان عرفتي الا خرجت ديك البنت للجبال غادي تتعرض للاغتصابات. امها كتقول لك بنتي مازال لحد الساعه الحمد لله بالبكره ديالها رغم المعاناه ديالها حميتها حتى في الشرف ديالها. اليوم تنشوف هذاك الشرف اللي حمات هذيك الام لديك السيده ودارت لها مسكينه واحد الكرياج وكتجرها وتحطها تما ومغطياها وكتقول لكم راه بنتي. اليوم هذاك الشرف انه بعض سامحهم الله او لا تنتمنى تدخل النيابه العامه على الخط انه غادي يوثق ديك المراه بواحد الطريقه حتى اصبح مجموعه تيقول لك بان المراه سكوليت من العيب والعار. غادي نشوفوا منتقد عطيني واو. اذا حاج دارت هاد المراه؟ حاطه لبنتها عوض ما نمشيو نقولوا يا وزير الصحه فين نحطوا هاد صحاب هاد الحالات ونشدوا هاد الخبر من الجهه اليمنى. الو السلام عليكم. الو تحياتي سي حميد، تحياتي سي حميد. اهلا، تحيه والف تحيه، تحيه والف تحيه للاخ المنتقد اكس ولد الشعب. اكس ولد الشعب، صاحب ولد الشعب. تحيه لك يا اخي والف تحيه. خويا ربما انت متتبع للشأن المحلي عبر اليوتيوب من اليوتيوبرات المغرب اللي الحمد لله متبعين ما يقع. ما رايكم وشنو انتم الراي ديالكم فيما تداولت هو بعض المواقع ديال واحد المراه بانت عريانه مسكينه، المراه اللي لقبتها بعض وسائل الاعلام بالمراه السكوليت. شنو بان لك في هذاك المشكل؟ سي حميد كتعرفني سي حميد وكيف الاتصالات تقريبا اليوميه الحمد لله راه كتعرف كلشي فين كتحركوا فين. دابا كان عندي اتصال هذا المساء هذا مع ساكنه ديال دوار امروق، الدوار اللي وقعت فيه هذه المشكله اللي هي مهزله ما كتصرفناش كمغاربه، فيها اهانه للمراه المغربيه وخصوصا المراه المحافظه في الجبال ديال الاطلس المتوسط. هاد الناس هاد الفيلم هذا كان محبوك ودي السي حميد، هذه كانت مسرحيه كل شيء كان مفبراك. الفرامي تعرات ودي السي حميد ما نكونوش بولداء. اول حاجه ملي كتكون ديك حاله ديال الهستيريا او حاله غضب او حاله انفعال، اول حاجه كنحيدوه هو من الفوق من الراس، تكون كاسكيطه ولا طربوش ولا فولار ولا كنتفو من الفوق، والحوايج ديال السيده ما كانوش مقطعين. نعم. ونزيد كودا السي حميد هاد الوفد الصحفي اللي مشى لتما كلشي كان مخدوم، الناس مش كانوا عند خوها جلسوا كلاو شربوا استراحوا، لا وجد لهم هو الميزون بلاص، وجد لهم البلاطو قال لهم والله زيدوا تصوروا. اذا انت اتصلتي انت عندك هاد المصادر استاذي، هادو مصادر من خديتيهم بان كان عشا مع الصحفيين ومع خوها وبعض الاخوه وبعض الاصدقاء ديالو نهار قبل؟ منين خديتي انت هاد المعلومه؟ هذا خويا من عند ساكنات دوار مروق. وباش نزيد ناكد لك اودي السي حميد هذا الخبر هذا بان يومين يعني يوم الحادثه واحد المجموعه منهم داروا واحد الوقفه احتجاجيه ضد المقدم باش نعرفوا بان كانوا واحد الحسابات ضيقه، هناك تصفيه حسابات في هذا الملف هذا. هاد الناس هادو ما باغيينش المقدم. علاش ما باغيينش المقدم؟ لان المقدم ما كيخدمش الاجنده الانتخابيه ديالهم
وحنا مقبلين على سنه الانتخابات. الناس ساكنه تما تيقولوا بان اي سنه الانتخابات اللي ما كانش المقدم مع الناس اللي فارضه النفوذ ديالها وملفه تاخذ بالسلطه تما، المقدم خصو يطير. يعني ما بغاش تفهم ليا كيفاش الوقفه الاحتجاج اللي دارت كلها كتهضر على المقدم كيشد الرشوه، المقدم داير اللي ما عطايش نحفر بير. واحد القضيه ديال السي حميد اللي بغى يحفر بير الله يرحم بها الوالدين كيدير طلب القياده وخصو واحد الرخصه ديال الحفر ومن بعد رخصه ديال جلب الماء، وهذا كيتكلف بها الحوض المائي. وانتم كحقوقيين اخويا، شنو الراي ديالكم والكلمه ديالكم في ذاك الفيديو اللي تيوثق هذيك السيده اللي وصفوها بالمراه السكوليت وهي مسكينه عاريه، والام ديالها اللي كتقول بكل فخر واخا بنتي حمقى تتقول لك الشرف ديالها احتفظت لها به، لان الا هربت ليا غير دقيقه من حدا الدار كاين كلاب بشريه اللي غادي يغتصبوها، وارتأت ان دير لها داك الكرياج مسكينه، لان هذه المراه وساكنه في قصر، راه المراه ساكنه ببيت مسكينه حتى هي في كوري تاع الام ديالها، قسمات هذاك الشيء، دارت هذيك تتشوف بنيتها، حتى في الصوره ربما تيبان الديسير وكتبان ديك المراه نقيه. نتوما اش بان لكم نتوما اخي بالنسبه لديك والاكثر من هذا الاكثر من هذا ودي السي حميد، المراه اللي تلقات يعني راه كانت عباد الله محتاجه 20 سنه وهي في ذاك القفص، راه غادي يكون عباد الله لحمها ماشي في ذاك لا كولور، لحمها عباد الله راه ماشي مبروس، اللحم بينو ابيض، البلاصه اللي كتشمش هي من العنق الفوق هي اللي واحد شي منونه. نعم. النظرات ديالها مسكينه كي دايره جاو واحد الهيلاله وتيكبروا. نعم. لا اله الا الله، والله ما اذا منكر يعني راه دخلوا في واحد المسكين اللي تيسدوا عليها بالليل السي حميد راه ماشي كلشي غيبقى سهران، ولا تحت لك عباد دوك الجبال فين غتشدها. نعم. راه عايشه معاهم حياه عاديه بالنهار وبالليل راه تيسدوا عليها تما. اذا شنو بغيت تقول انت كيوتيوبر خويا؟ شنو انت كمعلومات اللي استقيتي لان كنت شفتك وكان اتصال في المعلومات في المشكل ديال الاخت نعيمه وديال الاخت ديال زاكوره والاخت ديال نواحي اكادير، نتوما اشنو من معلومات خديتم من عين المكان بالخط العريض، وما هي رسالتك للمسؤولين؟ بالخط العريض خويا حميد، اول حاجه غنقول لك بان هناك تصفيه حسابات، هناك خدمه واحد الاجنده ديال الحسابات، وهناك المقدم ما حاملينوش. كانت هاد السلوبعه كلها على المقدم ومن بعد غيدوزوا لمراكز اخرى لان ما عاجبينهمش. هذا كل يوم صراحيه. وهذا السيد هذا اللي تيدعي بانه الورث مات الورث، هو مو كتصرح بان شد حقه ديال الورث وكلاه. وهذا السيد هذا الا كان مواطن وكان بنادم راه ما يرضى ولو يكون اي ديانه باش يشوف اختو في ذاك المنظر. الا كاع كانت مو حاضره على اختو هي خوها، هو راه عنده الحق باش يبلغ بها. هذه كلها مسرحيه وما بغيناش عباد الله يستغل المغرب ويتوضع في هذه المواقف بحال هكا، لان هذه المواقف كيستغلوها اعداء الوحده الترابيه للترويج لواحد الصوره سوداء علينا كمواطنين وكشعب، وحاشا حاشا باش نكون في هذا المستوى هذا. ما كتشوفش بان الاخ كان عليه استاذي، ما كتشوفش بان الاخ رحمه بالاخت ديالو كان بعدا هو غير يسترهيلو عليها شي حاجه في حوايجها اللي كانوا مليوحين حداها، وخا اللي تيقول وصوروا عباد الله واختك عريانه مسكينه هكذا وما لابساش حتى مرسول اللي غادي غير مسكينه يحمي الجسد ديالها والمناطق الحساسه. مش عارف بان القضيه مفبركه، بان الطريقه بان هو من الناس اللي تزعموا الاحتجاج اللي دار واحد الوقفه احتجاجيه دار تما على برات الدوار مهرو خنيس، دار واحد الوقفه احتجاجيه ضد المقدم. الطريقه كلها باش تهضروا رشوه ما ترشوه، تيقول لينا تيزعدير لينا، هو في الاخر تيقول لهم ما وديش الاستدعاءات باش يفرقهم على المعنيين بالامر. الاستدعاء
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. أن نشوف الزمان باش أن كما تيقول هذا السيد يتواجد ربما في نواحي زاكورة أو لا، ولكن كمتتبع للشأن الوطني فعنده معلومات ربما أدلى بها. ومن هذا المنبر لازلت أناشد النيابة العامة باسم كل الشرفاء أنها تعمق البحث، لأن ما وقع إخواني ومن بشاعة في ديك الصورة والشهادة ديال ديك الطبيبة اللي كتقول لك بأن ديك السيدة ما يمكنش أنها تكون تعرضت لما تم تداوله. بالنسبة للناس اللي تيقول لك حميد علاش راها تما في البراكة، راه عائلة كلها عايشة بالبراكة، عائلة كلها عايشة بحال هكاك، قسموا الدار داروا لها الكرياج. شنو غادي دير؟ تصور يا اخي، نخليونا عافاكم من التفلسيف. تصور ديك البنت تكون دابا كانت غير تخرج مسكينه جهه الواد، راه كنشوفوهم حدا المحطات، راه ما يحس بيا غير الواحد اللي عاش نيتو شاف. راه شنا اغتصابات بالجمله. غادي نشوفوا ربما بنت مدينه خنيفره في اتصال هاتفي. الو السلام عليكم. السلام عليكم خويا حميد، اش اخبارك؟ صافا اختي كلشي بخير، تنتاسفوا كيدايرين مع اخت مشقة بشرى، الطريق؟ واحنا مازالين في ضرعتها في ليلك الحمد لله في الضيافه ديال الله الشرفاء يوفقكم ديال على ضرعه. خير، الله يوفقكم على خير. اخت بشرى البوزياني كفاعله جمعويه واعلاميه بنت المنطقه ديال خنيفره، شنو الكلمه ديالك؟ وتنتاسف اختي نيابه عن كل المتتبعين لهذيك الصوره اللي خرجت من المدينه عندكم اولا من المنطقه ديالكم، وديك المراه مسكينه اللي كتشوف فيها بشرى ربما راك كنتي قريبه للبلاصه اللي وقعت فيها هذه الفاجعه. تنوير الراي العام، شنو هي الرساله ديالك؟ الاسم والصفه لاله بشرى. بشرى البوزياني، فاعلة جمعوية ومراسلة صحفية بأحد المواقع الإلكترونية. صراحة أنا كنت باغا نمشي نشوف هاد الشيء اللي وقع، ولكني فاش شفت دوك لي فيديو وشفت بأن الأخ ويا حسرة ملتحي، يعني كنعرفوا حنا الناس اللي كيديروا الحياه بانهم الناس متقين الله، واهم حاجه عندهم هي سمعه عائلته وشرف خواتاته. كيفاش انا ما بغاش ندخل لي الدماغ ان هذا الاخ هذا خلى كلشي كيصور في اختو هكاك عريانه، والسيده مسكينه ما كايناش في هذا العالم هذا لانها مسكينه مريضه الله يشافيها. كيفاش هاد اللي نفرض انه هو عنده مشكل مع خوتو على ديك الورث ولا على هذا، على الاقل فاش شاف اختو هكاك نقولوا حنا ماشي هو اللي عراها، شاف اختو هكاك يوقف بلاتي عافاك تلبس اختي حوايجها، كاين مشكل ولكن بلاتي نعم ما تصوروش اختي هكا لان كيبقى الشرف ديالو هذاك. نعم. ومن باش ما نخرجوش عاوتاني بعدا حتى الام حتى هي كتحمل المسؤوليه، لان كون ربات ولادها على الحب وعلى الانسانيه ولادها ما غاديش يوقع بحال هكاك. على هذا الزمان دابا هادو كاع اللي خرجوا الطريق تتحمل الام المسؤوليه لاله بشرى. المجتمع الواقع لا ميزير ما كاين ما يدار، واش الواحد تيخرج مجرم؟ راه كنا تنتخلقوا طرف ديال اللحم. ولكن على الاقل كون كانت فيهم شويه الانسانيه ما غاديش فاش غادي يبغي هو يصور اختو بحال هكاك يوقف ليه وجه مو يوقف حشومه هادي راه اختي دمي ما نشوهاش هكا. هما اللي بشرى كاعلاميه انت شنو واش كاين شي حاجه وراء الستار اللي كاين شي حاجه اللي ما بايناش؟ نتوما راكم قرابه تما، اشنو كيتداول في الشارع؟ اللي ما بينش هو انه الاخوان استغلوا ديك الاخت مسكينه المريضه على وديت الماديات، على وديت وسخ الدنيا اللي حتى واحد ما عارف غدا شكون اللي سابق. فهادشي ماشي من الطبيعه ديال الاطلس المتوسط، ماشي الطبيعه ديال الناس ديال الامازيغ، ماشي من الطبيعه ديال الناس الضيان. حنا راه غير كندوزو في الطريق تنشوفوا شي واحد ما لابس كنبغيو نحيدو من عندنا نعطيوه يلبس. اما باش توصل للوقاحه الاخ يعري اختو ويصورها الاعلام ويولي الفيديو ديالها كيتنشر بواحد السرعه مهوله، كلشي يشوفوا هاد السيده شوفوا هاد السيده، راه عيب، هادي راه معيوره وحنا ما كنرضاوش بالمعيار. بشرى صراحه خاص النيابه العامه تدخل في هذا، تتعمق البحث بهاد الخوت هادو اللي داروا هذا المشكل هذا، حيت ربما غادي تكون اهداف اخرى مور هاد الشويه هادي، ربما تكون حمله استباقيه للانتخابات واستغلوا هاد السيده، ربما بزاف د الحوايج. فخاص النيابه العامه تدخل في الخط ودير واحد البحث عميق على وديت هاد الخوت هادو اللي استغلوا هاد السيده هادي اللي حقروها وما اعتبروهاش اختهم.
اختي، ما هي رسالتك لدوك الاعلاميين اللي حاولوا باش انهم بلا رحمه بلا شفقه يتسرعوا باش ان يخرجوا، رغم ان البعض منهم كان على علم بان مجرد مسرحيه؟ وتحيه دائما للشرفاء. نعم اخي، تحيه للشرطاء وتحيه اللي قلال على اللي كنعدوهم على رؤوس الاصابع. اما اللي مشاو صوره بحال هكاك راه ما كاينه لا مهنيه لا والو. على الاقل انت كصحفي ولا كاعلامي مشيتي لقيتي السيده ديك الحاله، قول لهم سمحوا لي ما نصوراش، لبسوا ليها حوايجهم ونناقشوا الموضوع. هكا كتكون الماده النظيفه والماده اللي كتوصل غير الرساله. اما باش تبغي تطلع بلوسخ راه ما عمر حتى شي واحد غادي يطلع بلوسخ. هل تم الاتصال ببعض الجمعيات في خنيفره اختي بشرى، انت كناشطه جمعويه، حول ما ترونه كدفاعا على شرف هذيك السيده اللي مسكينه استغلت من جوج ديال الجوايه؟ اكيد كاين اتصال مع الاخ ديالك النت اللي هو الامين العام ديال حقوق الانسان في فرع مدينه خنيفره، وكذلك الاستاذه سناء وكذلك الاستاذ ايمان. بغينا باش نديروا واحد الوقفه احتجاجيه على وديت هاد السيده هذه حتى يبان الحق ديالها، وتكون عاوتاني تكون واحد الرساله لاي واحد بغى يستغل اختو او يستغل شي واحد من دمو باش على وديت الافعال هادو. ديما غادي تهز الشرف ديال المراه ديما فوق الراس، وخاصه المراه الزيانيه الحره. شكرا سيدتي بشرى بوزياني، فاعله جمعويه واعلاميه. شكرا لك استاذي، شكرا لك، والله يوفقكم. شكرا، تحيه. اذا اخواني، ربما هذه شهادات غادي نشوفوا عاود اخواني مره اخرى اخر مكالمه، وغادي نحاولوا. يلا اخواني، راه كاين بعض الاخوان اللي سمحوا لي ما جاوبتكمش في التليفون، ولكن لان كان الخط مشغول. فمن هذا المنبر انا اقول بالخط العريض الاسباب التي جعلت الام تتخلي ديك البنت تما، هو حفاظا على الشرف ديالها كما قالت، ولا ثم لا لاستغلال ساكنه المغرب العميق. نناشد النيابه العامه بتحريك هذا الملف، او لا تعميق البحث، او لا الضرب على ايدي كل من استغل ساكنه المغرب العميق، وخاصه ما وقع بدوار امهروق بنواحي مدينه خنيفره. حفدت محاو حمو الزياني ان حفيده ديالو بطل من الابطال اللي مازال المستعمر الفرنسي تيهضر على البطوله والرجوليه ديال الساكنه. اليوم اخواني كنشوفوه بان الصور ديال بنت البلاد انها اصبحت في جميع المواقع، وحتى المواقع اللي معاديه للوحده الترابيه. فلا ثم لا بالنسبه للاخوه الصحفيين. انا كنت على علم، واتصلوا بيا يومين قبل، كنت على علم بان راه كاين ماذا سيحدث بمنطقه ديال دوار امهروق، ولكن ماذا بانني كنت فاطن بانها راها مسرحيه. اتصل بيا واحد الزميل اللي راه ربما تيتبع، وقلت له في الليل ما غاديش نجيو كقناه شوف تيفي، لان قناه شوف تيفي مازال الحمد لله عندي مصداقيه مع الناس، وخاصه ساكنه المغرب العميق، اللي انا لي الشرف انني نتبنى المعاناه ديالهم امام العالم. اذا اخواني، حسبي الله ونعم الوكيل ديال الحقيقه. الو السلام عليكم سي حميد. اذا الحمد لله شدت الاخ ازاوي حسن اسد درعا تفيلات كما لقبك ولقبتك وسائل التواصل الاجتماعي. ازاوي حسين عضو وطني ناشط مثير للجدل بمنطقة درعا تفيلات، حير مجموعة من السياسيين، أربك مجموعة ديال اللوبيات. سي حسن، الموضوع ديالنا ما رأيكم في الفيديو اللي تداول من مدينة خنيفرة ديال واحد السيدة اللي بانت شكوليط كما وصفتها بعض وسائل الإعلام؟ اولا كنشكرك سي حميد العقاوي ابن الشعب، كنشكرك بزاف على هذا الموضوع اللي يعني انا دابا ومازال كنشوف يعني ذاك الفيديو اللي كنستغرب فيه السي حميد، هو انه هذا اللي كيدعي الصحفي اللي سولت به نفسه انه يصور المراه عاريه. تكون واضحين مع ولاد الشعب وكنطلبوا من النيابه العامه بتحقيق نزيه ان الانسان تصور. حنا كحقوق الانسان كشبكه المغربيه لحقوق الانسان ورقم عبد الواحد العام لجهه الرعايه نندد ونستنكر هذا الاجرام اللي قام به هاد الناس هادو، يصوروا المراه عريانه. ويعني انا استحيي
ان يعني انه يشوف هذا السيد هذا واش ما درش هذا السيده كاختو كامو يعني باي منطق. السؤال اللي نطرح لك يا حسي حميد انت اللي صحابي، هاد الناس اللي انتم فين باتوا؟ كيفاش شنو بغيت تقول؟ هذوك الصحفيين بغيت تقول لي فين باتوا؟ الصحابه بغينا فين باتوا شحال باش جاوا لان باينه هذا القضيه حنا ولاد الميدان يعني هذا الشيء صراحه هاد الناس فين باتوا نهار جاوا. وحاول تنورنا انت، والله ما عرفنا. حاول دابا انت تنورنا الا عندكم شي معلومات كنتم كحقوقيين وعندكم الحمد لله اتصالات مع بعض الساكنه، شنو حاول تنورنا عافاك. هاد الجرأة الناس ديالك المعهوده هي اللي بغيناها السي زاوي. السي حميد هاد الناس جايين بكريين وتخطط لهم المكان الاقامه وهذاك الشيء مفبرك، لكن احنا كننددوا لان هاد الناس هادو جايين بكريين اقولها وكنفطر عليها. هادو اللي صوروا شكون هما هاد الناس؟ شكون هما؟ واش اللي صوروا ولا اللي حضروا ولا شكون اللي كتقصد؟ اللي صوروا المصورين اللي صوروا. نعم. لان السي حميد واش انك تهز الكاميرا ديالك تصور المراه راك كلشي
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.